السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد على قناة مامة التوينز. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. النهاردة تاني يوم رمضان، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب، اللهم آمين يا رب. وده فطارنا تاني يوم رمضان. هنعمل فطار مع بعض، محشي كرنب ومحشي بتنجان، وهنعمل جنبه فرخاية. انا كنت عايزه اعمل محشي كوسه وفلفل بس بصراحه يعني لقيت ان هيبقى كتير، وانتوا زي ما انتوا عارفين ان في رمضان يعني ما بيبقاش الناس بتاكل كتير فيه. هنشوف عملنا مع بعض ازاي الفطار بتاعنا. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. معانا حله على النار لسلق الكرنبايه بتاعتنا، هننزل فيها بنص معلقه من الكمون ومعلقه من الملح، وننزل فيها بالكرنبايه بتاعتنا. هي كرنبايه صغيره هنسلقها مع بعض كده بمنتهى السهوله. عايزه اقول لكم ان انا بطلعه 3/4 سوا، ما بطلعوش سوا كامل عشان خاطر يبقى سهل معايا في اللف وانا بلفه، وعشان خاطر يكمل سوا مع الخلطه ومع الرز بيبقى طعمه احلى بكتير. هبدا كده اسلق الكرنبايه بتاعتي كلها. بعد ما اسلق الكرنبايه بتاعتي هنعمل بقى الصلصه بتاعه التسبيكه بتاعه المحشي. حله على النار مفيش فيها زيت ولا اي حاجه، هننزل عليها بالصلصه بتاعتنا دي. الطماطم اللي احنا مصلصينها مع بعض وحاطينها في الفريزر بتسهل علينا جدا، مجرد ما بنحطها وبتفك بتبقى جاهزه معانا. هننزل بقى على الصلصه بتاعتنا ببصلايه متقطعه وعليها نص معلقه من الكمون ونص معلقه من الكزبره وربع معلقه من الفلفل الاسود. مقلباهم فيها كويس جدا، وهنزل بيهم على التسبيكه بتاعتنا او الطماطم بتاعتنا، وابدا انزل بعد كده بمعلقه من الملح ومعلقه من السكر واقلبهم كويس جدا. بعد كده بقى هنزل بالزيت. ومحشي يا جماعه يعني زيت مش سمنه، الا بقى اذا كانت سمنه بلدي، انما غير كده الزيت بيخليه مفلفل وبيخليه احلى كتير واخف كتير. بعد كده بقى هنزل بالرز بتاعنا مغسول ومتصفي، وابدا اديله تشويحه مع التسبيكه بتاعتنا. هشوح فيه او اقلب فيه لمده دقيقه على بس ما الرز بتاعي يتشرب من الصلصه. بعد كده بقى هنزل عليه بعد ما تشوح معايا كده بالمنظر ده، هنزل عليه بنص معلقه من الكمون ونص معلقه من الكزبره وربع معلقه من الفلفل الاسود، نفس التوابل اللي حطيتها على البصلايه. انا حطيت نص الكميه اللي انا هحطها على المحشي على البصلايه، والنص التاني بحطه في الاخر عشان تفضل الريحه بتاعه البهارات والنكهه بتاعه البهارات قويه معايا في الاخر. واقلبها كده كويس جدا. بعد كده بقى اسيبه لغايه ما يبرد، يعني انا ما حطيتش الخضره بتاعتي لسه، وانا هسيبه لغايه ما يبرد. ما بحطش الخضره بتاعتي ولا في التسبيكه ولا والرز بتاعي ساخن، لازم يبرد معايا عشان تفضل لون الخضره زي ما احنا شايفين كده مع بعض ما تتبلش. وفي نفس الوقت ما باجي اسويه بيخلي ريحه المحشي تحفه جدا. بعد بقى ما خلصنا خلطه المحشي هنيجي بقى لتتبيله الفرخه بتاعتنا. معانا بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، هنزل عليها بنص معلقه من بهارات الفراخ وربع معلقه من الفلفل الاسود، ومعانا مع نص معلقه من الملح ورشه من السكر ورشه توم باودر لو كان موجود فيه، مش موجود مش مشكله. انا عايزه التتبيله بتاعتنا تبقى خفيفه يا دوب تديني تطعيمه بس للفرخه بتاعتي ما تضغطش على طعم الفراخ. ابدا بقى اتبل الفرخه بتاعتنا بعد ما دعكت كده البصلايه كويس في البهارات. ادخل كده افتح الجلد بين الجلد واللحم وادخل التتبيله بتاعتنا عشان يبقى الصدر شارب من التتبيله، فتيجي تاكلي من الصدر تلاقيه متطعم بالتتبيله بتاعتنا. وابدا كده اتبلها كويس جدا من جوه ومن بره، وابدا اكتفها كده زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده معانا حله فيها ميه بتغلي على النار للفرخه بتاعتنا. هننزل فيها ببصلايه متقطعه رباع ونص جزرايه متقطعه شرايح، وبعد كده هنزل بنص معلقه من الفلفل الاسود، وهنزل بالملح بتاعنا ورشه من السكر عشان تخلي طعم الشوربه بتاعتنا حلو وتسرع لي عمليه السوا. وبعد كده هنزل بورق لورا، وبعد كده فصين من الحبهان. بعد كده بقى هنزل بالفرخية بتاعتنا واسيبها على درجة حرارة عالية تغلي لغاية ما تغلي معانا على نار عالية. بعد ما تغلي ههدي عليها واسيبها لمدة نص ساعة على نار هادية على ما اكون حشيت المحشي بتاعنا.
وبعد ما تتسلق معانا هجيب معلقه من الصلصه، عليها معلقه من الزيت ورشه من الفلفل الاسود والملح، ادهن وشها وادخلها على الشوايه في الفرن تاخد لون، وبكده بتكون خلصت فرختنا. بعد كده بقى هنيجي للكرنب بتاعنا. انا قطعت العروق بتاعت الكرنب في قلب الحله من تحت، عشان خاطر لو بتحفظ لي الطبقه اللي تحت من المحشي. بعد كده بقى ابدا الف المحشي زي ما احنا شايفين مع بعض. المحشي لازم يكون متماسك، اهم حاجه في المحشي بتاعنا انه يكون متماسك عشان ما يفكش معانا. زي ما احنا شايفين كده بنحشيه بمنتهى السهوله اهو. بصوا، يبقى شويه الرز هقربه عشان تشوفوه معايا اكتر. شويه الرز يكونوا في نص الورقه، ما يكونوش على الجناب عشان ما يطلعوش من الجناب ويطلع رز معايا ويعجن معايا. ولازم يكون الصابع معايا متماسك جدا عشان ما يفكش معايا. بعد بقى ما خلصنا الكميه كلها هنبدا نزود المحشي بتاعنا شوربه. المحشي بتاعنا يا جماعه ما يكونش الشوربه مغطيه المحشي عشان خاطر ما يعجنش مننا. وابدا اهزها كويس عشان خاطر الشوربه بتخدع، لازم اهزها عشان خاطر الشوربه توصل للقاع وتوصل للمحشي كله عشان يستوي معانا كويس. بعد ما غطيناه كده، بعد ما حطينا الشوربه بتاعتنا هنبدا نغطيه بورقه من الكرنب، ورقه كرنب كده معانا عشان خاطر ما يفكش منك وما يعجنش معانا. التركيه دي مهمه جدا يا جماعه. بعد كده بقى هجيب معايا بتنجان. بصوا البتنجان اللي انا لقيته في السوق يا جماعه، بصوا كبير. انا بحب البتنجان الصغير ده، بوريكم الفرق بين الاتنين، الكبيره والصغيره. احنا متعودين عليه بصراحه اللي هو الصغير ده، بس انا جبت الكبير ده مضطره. لقيت كام واحده كده بس صغيرين هم اللي جبتهم، والباقي كان كله كبير كده شويه. هو مش كبير قوي يعني، هي البتنجانه متوسطه، بس احنا بنحبه اللي هو الصغير. هبدا بقى كده احشيه واسيب عقلة صابع من فوق في البتنجان، يعني ما خليش الرز واصل للاخر عشان اسيب له مكان او اديله مجال ان هو يستوي في صابع البتنجان زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وما خليش الرز مكتوم او مكبوس قوي، لا لازم اخليه مهوي كده عشان يكون فيه مجال له ان هو يستوي ما يكونش مكتوم، وعشان يستوي معايا كويس اهو. بصوا ابدا احشيه بالمنظر ده زي ما احنا شايفين كده مع بعض، واسيب فيه عقلة صابع من فوق، ما كبسوش قوي عشان خاطر يستوي، يعرف يتنفس ويعرف يستوي كويس. بصوا عقلة صابع، وما خليش عليه رز من بره عشان خاطر ما يعجنش معانا. ابدا بقى اخلص الكميه كلها. هنا بقى بعد ما الكرنب بتاعنا غلي هبدا اهدي عليه النار واسيبه لغايه ما يستوي على نار هاديه. ده البتنجان بتاعنا بقى بعد ما خلص هبدا انزل عليه بالشوربه. الشوربه تكون جايه عند نص البتنجان كده او ازيد بشويه. احط كميه الشوربه واسيبه على نار عاليه لغايه ما يغلي، وبعد ما يغلي اهدي عليه النار واسيبه لغايه ما يستوي على نار هاديه زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. لعندي يعني نص البتنجان كده شوربه، هغطي عليه واسيبه زي ما احنا قلنا مع بعض كده. بعد ما استوى معانا المحشي الكرنب ومحشي البتنجان والفرخه، بعد ما دخلناها الفرن ودهناها بمعلقه الصلصه طلعت معانا بالشكل ده. وده كان فطارنا لتاني يوم رمضان. ولو وصلتوا معايا لغايه كده وعجبكم الفيديو، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. ورمضان كريم، كل سنه وحضراتكم طيبين.